جابوا لنا اكثر مره الاكل في رمضان من رمضانات. واجبرونا قالوا يلا افطروا. طب احنا شايفين السما زرقاء في الزيت، ما كنا نشوف جزء من السما يعني. طب السما زرقاء ما ينفعش نفطر، بدكم تفطروا غصبا عنكم، بدكم تفطروا. كنت احاول في ايدي اعمل هيك بس، حركه ايدي هيك. هي اذا هو شاف الايماء هذه تاعت الايد، هذه بحد ذاتها حتكون جريمه. تعال بوليبو مباشره. المشكله انه كانوا يدخلوا الاكل ونسمع احنا، او يعني من حركتهم نفهم انه دخلوا الاكل. طب انه يوزعوا الاكل، مش كانوا يوزعوا الاكل ساعه ساعتين ثلاثه مسجات. في يوم من الايام اذكر مسك احد الضباط، مسك كيس، كانوا يدخلوا لنا المربى في كيس، مسك الكيس ومن خلف الباب اللي هم واقفين عنده مسك كيس ورمى الكيس، تمام؟ فنزل الكيس انبعط وقال خلاص راحت عليكم. الخبز انا اذكر جلسنا اكثر من 3 شهور بناكل خبز معفن، وكنا نضحك على حالنا نقول يلا ما هو نعتبره زي فطر البنسلين، ويلا مضاد حيوي بدل الامراض اللي في جسمنا، يلا هي مضاد طبيعي. بالنسبه لموضوع الامساك والافطار واليوم والتاريخ، ما كانش في عندنا اي، يعني ما كانش في عندنا اي معلم من المعالم، ولا كان في عندنا اي مصدر الا الجيش نفسه. جابوا لنا اكثر مره الاكل في رمضان من رمضانات. واجبرونا قالوا يلا افطروا. طب احنا شايفين السما زرقاء في الزيت، ما كنا نشوف جزء من السما يعني. طب السما زرقاء ما ينفعش نفطر، بدكم تفطروا غصبا عنكم، بدكم تفطروا. اللي يقف الضابط يقول يلا بدي اشوف كل الجسم قاعد بفطر ونجبر. انا جالس هيك ايدي مكبرين ورجلي طبعا ممدودين للامام، فانا جالس ومغمى العينين. كنت احاول في ايدي اعمل هيك بس، حركه ايدي هيك. هي اذا هو شاف الايماء هذه تاعت الايد، هذه بحد ذاتها حتكون جريمه. تعال بوليبو مباشره. ايش بتسوي انت قاعد؟ بدك تضلك واقف على الجدار. هي رقم وقفت على الجدار، بتاخذ رقم المسبار، اخذ رقم المسبار، اول ما تيجي فرقه الجامعه بينادوا على رقمك، واول ما يبدوا باللي ارقامهم. كثير من الاحيان كانوا لما يدخلوا الجامعه نلاقيهم داعسين على المصحف، موزعين المصحف. انا موجود عندنا مصحف واحد ل 20 شخص، يعني 20 اسير. من كثره تقليد المصحف يهترئ بسرعه، واحيانا تنفصل الجلده تبعته. نحاول بابسط الطرق، كنا نجيب الخبز تبع هذا اللي بناكله، الليخم هذا، نحاول نبله بميه ونحطه نلزق فيه المصاحف. اكتشفوا الموضوع هذا، عاقبونا. اجت الجامعه وقفوا على الباب، رموا القنبله من تحت الباب. انا واقف طبعا بيرموا قنبله صوت، رموها من تحت الباب، انفجرت في داخل الغرفه. فتحوا الباب لقونا واقفين، ما قطعناش الصلاه، لقونا واقفين ما رضوش يدخلوا. ببساطه انا بقول يعني كنت بتدعي ولا شو كنت؟ لا كنا واقفين بنصلي، كنت واقف بصلي، خافوا يدخلوا. احنا كنا نشوف الخوف في عينيهم، خصوصا في امور العباده، الخشيه واضحه. قاعد الان بفطر وانا مش عارف اهلي عايشين ولا ميتين، ماكلين ولا مش ماكلين، ملاقيين اصلا. كنا نسمع من الاسرى اللي بيجوا انه في مجاعه. طب انا قاعد باكل الاربع ليخم هذول مع نتفه اللبن او نتفه المربى ولا الخيار المخمجل الخربانه، لكن هل اهلي لاقينها؟ لانه كنا اقرب ما نكون فيه الى الله، كنا احوج ما نكون الى الله فعلا، كنا اصدق ما نكون في العباده، ما كان في شواغل ولا ملهيات، كنا في